المحاولات وبين نواب المعارضة منذ أزيد من شهر. إذا انظروا، إذا يبدو حتى أن حزب العمال، نواب حزب العمال صعدوا إلى صعدوا أين أين يجلس رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي يبدو أنهم ربما سيعلنون عن وقف الجلسة، لأنه من غير الممكن ومن المستحيل مواصلة دراسة تعديلات مقترح قانون المالية 2016 في هذه الحالة. عفوا. إذا رئيس المجلس الشعبي الوطني هو محاصر برجال الأمن من الحرس الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. غير هذا مقرية اللجنة تواصل الدراسة بصورة عادية وكأنه لا يحدث شيء أمامها وحولها. إذا قلت هذه صورة من صور الديمقراطية ننقلها لكم من المجلس الشعبي الوطني مباشرة. إذا كما تشاهدون عبر شاشة إحدى شاشات المجلس الشعبي الوطني ظهور. إذا نلاحظ أيضا علم الجزائر مرفوع. انظروا، إذا صعدوا نواب تكتل الجزائر الخضراء، نواب حزب العمال صعدوا إلى المنصة الرسمية التي يوجد فيها الرجل الثالث في الدولة السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني. انظروا على المباشر، انظروا تحت تصفيقات نواب الموالاه الذين يعني يصفقون. انظروا حالة تجاذب، هناك مناوشات كلامية على المنصة. انظروا إذا هناك نائبة عن جبهة التحرير الوطني نورة داود يعني تطالب بدخول رئيسة الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون وحضورها للجلسة، لأن نواب حزب العمال يعني أوقفوا مناقشة مشروع قانون المالية من أجل دراسة التعديلات، والتي هي وهي 64 مادة مقترحة للتعديل، 64 مادة مقترحة للتعديل. لكن على ما يبدو أنه غير ممكن أن دراسة 64 مادة في هذه الحالة. فنحن نلاحظ في الصورة كما تشاهدون في هذا النقل المباشر التي يأتيكم مباشرة من المجلس الشعبي الوطني، وتلفزيون النهار يعني يسهر على نقله لحظة بلحظة. كما تشاهدون هناك نواب من الأفلان بما فيهم رئيس الكتلة البرلمانية السيد محمد جميع يحاول تهدئة الوضع. إذا حدوث مناوشات كلامية بين النواب أمام أعين الحكومة، أمام أعين الجهاز التنفيذي. حضور أكثر من سبعة وزراء من مختلف القطاعات. انظروا مناوشة كلامية بين نائبة ونائب عن حزب العمال السيد رمضان تعزيبت. إذا أعيد وأكرر أن تلفزيون النهار ينقل لكم في هذا المباشر كل ما يحدث داخل قبة البرلمان. نلاحظ إذا مناوشات ربما أنها تتصاعد إلى مناوشات بالأيادي، وهذا خطير. على ما يبدو أن رئيس المجلس الشعبي الوطني يحاول تهدئة الوضع من أجل مواصلة
دراسة مقترحات التعديل لقانون المالية 2016. نعم، إذا هكذا حتى النساء، حتى النائبات يعني نساء يتشاجرن على المباشر. يعني والله ما يحدث اليوم داخل قبة البرلمان يعني غريب جدا. نلاحظ نساء من يعني بين نواب حزب العمال، نلاحظ النائبة نادية شويتر مع نائبة من حزب جبهة التحرير الوطني يتشاجرن. يعني حتى النساء يتشاجرن، الرجال لم يقوموا بهذا، بل نشاهد النساء يتشاجرن بالأيادي.